تعرف إن فكرة الشطرنج مش جديدة علينا خالص كمصريين؟ من أكتر من 3000 سنة المصريين القدماء اخترعوا لعبة اسمها السنت، واللي كانت مش لعبة بس، دي كانت مرتبطة بفكرة الانتقال للعالم الآخر. أقدم لوحة للعبة السنت اتلقت في مقبرة مخد زوجة الملك أمنحتب الأول، وعندنا مشهد شهير للملكة نفرتاري زوجة الملك رمسيس الثاني العظيم وهي بتلعب سنت في مقبرتها بوادي الملكات. اللعبة كانت عبارة عن لوح فيه 30 مربع وأحجار بيتحركوا حسب قواعد معينة تشبه كتير فكرة المناورة والخطة اللي في الشطرنج. أما بقى في العصر الإسلامي الشطرنج الحقيقي دخل مصر. المؤرخين زي المقريزي وابن خلدون كتبوا إن الشطرنج كان منتشر وسط العلماء والمثقفين، ومر الزمن وبقى الشطرنج رياضة عالمية. وفي 2024 منتخب مصر للشطرنج فاز ببطولة أفريقيا للشطرنج للفرق، ومن السنت في مقبرة الملكة نفرتاري لحد طاولة البطولة في كينيا المصري طول عمره بيكسب بالعقل قبل العضلات.